السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله راح يكون أول فيديو بصوتي على قناتي، يعني اعذروني إذا كنت مرتبكة ولا إن شاء الله تكونوا كامل ملاح حبيبة قلبي. اليوم وصفتنا راح تكون جواز خرشف مرقة بيضاء. يعني نسحقوا في هذا الجواز خرشف بطبيعة الحال، قطع تاع دجاج. نبداو بهم هما الأولين، نحطو في القدرة تاعنا نحطو شوية سمن، مغرفة تاع سمن، شوية زيت، ونحطو قطعة تاع الدجاج تاعنا في القدرة تتقلى شوية. يعني هو في الأصل يجي باللحم بقري ولا غنمي كيما تحبي، مي حنا نكون نشوفو قاع ذوق تاع الناس، يعني تقدري بجناحتين مرقة كيما كتشوفي أنا درت بشوية شوية دجاج يعني قيس. نحطوه يتقلى شوية مع السمن والزيت اللي حطيناه. و... وانا من جهة واحدة اخرى كنت وجدت الخرش بتاعي، نقيته غليته مع شوية قارص والخل باش يقعد هكاك ابيض. نكملو نقلو الدجاج تاعنا، نخلوه شويه مليح من الاول باش يجي هذيك البنطه تاع السمن. ان شاء الله برك يعجبكم يعني الفيديو بالصوت. ترددت بزاف باش ندير فيديو بصوتي، مي الحمد لله تشجعت اول مره يعني. تقولوا لي يعني رايكم اذا كان بصوتي خير ولا كيما كنت نكتب كتابه خير. في هذا الوقت نزيدو حبه بصل تكون كبيره، انا سكرفجتها ما رحيتهاش باش تطلق لك البنه. نبقى نحرك فيه باش ما تحرقليش. ياك تعرفوا القدور تاع الانوكس ولا الكوطات ولا يلصقوا، غير تغفليه تلصق لك شويه. نبقى دوكا نزيد في التوابل، نزيد عندي شويه ملح، ما فيهش بزاف توابل، شويه ملح شويه فلفل كحل او قرفه صغير، من بعد نحيه باش ما يغلب لكش الذوق تاع القرفه على الخرشف. نخليه يعني يتقلى مليح. انا نحب نقلي التقليه هي الصح، يعني تقلي القدره تاعك ولا المريقه ولا شوربه ولا اللي هي تجيك شابه، يعني الذوق تاعها يتركز مليح. نزيد هنا حميصه. الحميصه انا ما عندي ماشي طايبه، درتها في الاول. والخرشف كما كتشوفوا وجدته ها هنا طايب 70-80%، يعني نغلق عليه هذاك هو يوجد. نحركه شويه باش البلايص كامل يتحكموا بهذيك الماريناد اللي درناها. نمرق عليه ونغلق عليه نخليه يطيب في عقله كما راكم تشوفوا هكايا. نمرق، ما كثريش بزاف المرقه، يعني اصلا الخرشف يطلق الماء. نحرك شويه غير باش نتاكد بلي كامل راهو ماسي. نخليه هكايا كما راكم تشوفوا، نغلق عليه ونخليه يطيب. ها ولا هنا تجمر الله الله، المريقه تاعو اختارت ويعني كمل طيابو او طيب زبده. انا نحيت القطع تاع الدجاج تاعي والعود تاع القرفايه قلت لكم نحوه، نحيته انا قبل. نحيت الدجاج ونزلت معاه مقله تاع بطاطا باش يتزكيه. وثانك الولاد تعرفوا يا ولادنا ما ياكلوش كامل هاد الحوايج، كنلخولهم باش يحبون الاطباق التقليديه تاعنا، رائعه جدا فيها اذواق رائعه، يعني ما نستغناوش عليها في كل الاحوال. رانا في وقت الخرشف، استغلوا هذه الفرصه وسيوا هذا الطبق على ضمان تيجيكم بنين عسل. انا ندير هكا معه بطاطا يجي الذوق تاعو تاع كباب، الله غير يجيكم من فمكم الله يبارك. انا العقده تاعي واش ندير فيها كيف فيما نعرفوا الاطباق تاعنا التقليديه نعقدوها بالبيض. انا درت معه شويه تاع ماء ومعدنوس ونعقدو بها المريقه تاعنا. الماء درتو غير باش هذاك انا درت حبه كامله تاع البيض، ياك تعرفوا البيض يتكلوت في داخل المرقه باش تجيكم المريقه صافيه وما فيهاش هذوك حبيبات البيض. ديري لها شويه ماء باش انا ما كانش عندي قارص،
ما درتش تيديري شويه قارص تعطيك ذوق رائع. كيما راكم تشوفوا نديرها على الوش ونخليها تتجمر بزوج دقائق ولا 3 ونطفي عليها. كيما راكم تشوفوا هكايا نغطي عليها ونخليها. ولا هنا هاو الطبق تاعنا واجد الله الله جاي شهي. من فمكم شهيتكم في الجنة حبيبة قلبي. وهذا الطبق يعني قديم بزاف، ناس كامل تاع راسي ما يعرفوه، وما وجهوا الولايات الوسطى يعرفوه كامل. انا القارص ما كانش عندي، جبت برك كنت مخبيه في الكونجيلاتور، جبته على جال التقديم. يعني مريقته شوفوا كيفاش تجي بيضة وصافية، غير يجي عسل الله يبارك. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله تكونوا حبيتوا صوتي. يعني اول مره نجرب، ان شاء الله نكون توفقت. خرشف هذا جربوه وعينكم مغمضين، وصفه ولا اروع. ما تنساوش حبيبه قلبي، اذا عجبكم الفيديو ولا عجبتكم الوصفه ان شاء الله اليوم ديروا لي جام وابوني للقناه واضغطوا على زر